وكل يوم من ده. سامعه يا حلوه انت وهو؟ ليه كده بس يا طنط هدى؟ بتعملي فينا كده ليه؟ ليه كده بس انت هو كده يا حبيبتي؟ عشان خاطر ابوكي يسيب كليه ويمشي. هو انا الخدامه الفلبينيه اللي بابا جابها لكم؟ انا مش متجوزاها عشانكم، عشان خدمتكم حبيبتي. يا هدى يا هدى، انت بتعذبي العيال دي كتير قوي يا هدى. لو ابوهم عرف ممكن يعمل مشكله. بقول لك ايه، هم يستاهلوا كده واكتر من كده كمان. هو انا متجوزاه اخويا عشان اشيل همومهم وعشان اخدمهم الاثنين؟ انا مالي بالكلام ده؟ وهو سابهم لي وسافر واقعد انا بقى اربي ودادي؟ لا مفيش منه الكلام ده. الحمد لله رجعت من السفر، بس مش هقول لهدى مراتي ان انا رجعت من السفر. هعملها لها مفاجاه، نتصل بها فيديو كول واكلمها واقول لها انا لسه بره. يا لهوي، رامي بيرن عليا فيديو كول. بقول لك اعمل ايه؟ انا هخلع دلوقتي لحسن يشوفني. ماشي ماشي، انا ارمي الطوبه، ارمي الطوبه، ارميها. خدي بسرعه، امسكي بسرعه، امسكي بسرعه، امسك. ايه يا رامي؟ هي يا حبيبي انت عامل ايه؟ وانت فين كده؟ ايه يا حبيبتي، ده انا رايح مشوار كده. انت عامله ايه والعيال عاملين ايه؟ وحشوني قوي، انا عايز اشوفهم. العيال كويسين الحمد لله، الحمد لله. بص اهو جايبه لهم حاجه حلوه. لا وكمان ايه، بص الكيسه دي جايبه لهم حاجات كتير، بسكوت وحاجات كتير. اهو بص عشان ما احرمهمش من حاجه والله يا رامي، عشان يبقوا معاهم كل اللي هم عايزينه ويتبسطوا وهم معايا كده في الشارع. ما تقلقش يا حبيبي، ما تقلقش. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. انا عارف ان انت هتعملي كده مع اولاد وهتحافظي عليهم. خلي بالك منهم، وانا ان شاء الله هاجي لكم قريب. ماشي يا حبيبي ماشي، بس ما تتاخرش علينا. انت وحشتنا ووحشت العيله قوي. مش انت عايزه بابا يجي رمس؟ انا عايزه بابا يجي. تعالى لي يا بابا، وحشتنا قوي. وانت يا ياسين؟ انت وحشتنا يا بابا، تعالى لي. حاضر يا ياسين يا حبيبي، انا هعمل لكم فجأة قريب وهاجي لكم بسرعه. يلا بقى مع السلامه. ماشي يا حبيبي ماشي، مستنيينك تيجي بالسلامه. خد بالك من نفسك. سلام، باي باي. ايه ده انت وهي؟ شيلي يا ماما كده، شيلي يا حبيبي كده. وبعدين اكافئكوا على ايه؟ هو انتوا عملتوا اللي انا قلت عليه ولا نضفتوا اللي انا قلت عليه ولا سمعتوا كلامي عشان اكافئكوا؟ يلا يا ماما ما تبصليش كده، يلا. اوف. اخيرا وصلت البيت، ادخل بقى واعمل مفاجاه لعيالي والهدى. ريماس، ياسين، انا جيت من السفر حبايبي. بابا وحشتنا. وحشتوني قوي. انتوا بتعملوا ايه؟ طنط هدى بتبهدلنا يا بابا وتضربنا وتخلينا نلم الزباله. بقى هدى بتعمل كده؟ امال بتقول لي انها بتعاملكم حلو وبتجيب لكم حاجات حلوه ليه؟ عيشتنا تبقى تقيله، خدت حاجه حلوه مننا. طب بقول لك يا ريماس، انا هستخبى تاني كاني لسه ما جيتش، وانت نادلها وقولي لها ان انت مش هتلم الزباله انت واخوك ولا تعملوا اي حاجه تاني، ماشي؟ يلا خليك مع اختك يا ياسين. طنط هدى. نعم، عايزه إيه انت واخوكي؟ انا واخويا مش هنشيل الزباله تاني، ولا هنخليكي تبهدلينا، ولا هنشيل الطوب. والله ده من امتى بقى الكلام ده؟ مش دلوقتي، مش هنعمل كده تاني. حتى انت اللي مش باين من الارض بترد عليا؟ طب انا بقى هوريكم. حلوه قوي. طب انا بقى هديكوا حته علقه. هدى وقف عندك. انت بتعملي ايه؟ بتمد ايدك على العيال وانا مش موجود؟ ما مدتش ايدي. وبعدين يا رامي هم كانوا بيشتموني. يا سلام، ايوه بيشتموكي؟ ايوه. انا هنا من بدري وشفت كل حاجه على فكره. هنا من بدري؟ هو انت جيت من السفر امتى اصلا؟ جيت ولقيت عيالي بيلموا الزباله ومتبهدلين. ما هي دي الامانه اللي انا سايبها معاكي، بقول لك خلي بالك من عيالي. هو انا يعني انا اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ وبعدين هو انا خدامه؟ هو انت متجوزني خدامه؟ انا عادي قبلت وقلت عادي هيبقى موقف طبيعي، هيروحوا عند امك شويه عند اخواتك، لكن مش هعيش اربيهم انا قايل لك من اول واخدمهم. يوم انا متجوزك عشان تربي العيال وتاخدي بالك منهم. لا 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 لا، وانا بقى مش هنا لخدمتهم ولتربيتهم. يبقى ما تلزمنيش يا هدى، مش عايز اشوف وشك تاني في البيت. انا اهم حاجه عندي عيالي. هتطلقني يا رامي؟ هطلقك ويمشي، مش عايز اشوف وشك. يلا غوري. ما تخافوش يا حبايبي، انا مش هسيبكم تاني. ما تخافش يا ياسين.